السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده ان شاء الله هنشوي اللحمه الضاني، ومن غير فرن ومن غير دخانه ولا فحم كمان. وعاملين معاها رواق باللحمه المفرومه، مورق وطعمه حلو جدا. وهنعمل جنبها كمان قلقاس. بصوا الرواق بتاعي طري ازاي ووشه مقرمش وغرقان في الزبده البلدي. مستنيه ايه بقى؟ انزلي اضغطي لايك واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس على الكل عشان تشوفي كل الفيديوهات. عندي حله كده على النار هنزل بيه اللحمه بتاعتي ايا كان نوعها، وعليها 2 طماطم و2 بصل و2 جزر وقرن شطه بالشكل ده. عندي التوابل بتاعتي ملح وفلفل وسماق وسبع بهارات وكزبره ناشفه وبصل بودر وتوم بودر وحبهان ولورو. تمام. هنزل بالكلام ده كله هقلبه بالشكل ده، وهحط عليها مكعب من الزبده يطعم لي بقى كده اللحمه ويخلي طعمها حلو، واغطيها وهدي عليها النار واسيبها ونروح نعمل بقى مع بعض الرقاق. عندي نص مفروم، هحط فلفل اسمر. تمام. ومش هحط الملح دلوقتي، هسيب اللحمه كده تاخد صدمه. اقطع عليها قرن شطه، شويه زيت لان اللحمه بتاعتي ما كانتش سمينه. واول ما تتعصج معايا هنزل كده بحوالي 3 بصلات كبار. العصاج بتاع الرقاق بالذات بيحب البصل كتير يا جماعه. تمام. هحط بقى الملح بتاعي، واحط شويه سماق، واحط مكعب زبده كبير. تمام. انا محتاجه ان يكون العصاج دسم. هنروح بقى كده نبص على اللحمه بتاعتنا. بصوا ابتدت انها تعرق كده والخضار بتاعي يدبل. هديها بس تقليبه واغطيها وهدي عليها النار خالص، ونروح بقى نعمل الرقاق. عندي زبده سايحه زي ما انتم شايفين كده، وعندي طبق غويط والكبشه بتاعتي، وادي الرقاق اللي انتم شايفينه. وطبعا العصاج عاملينه مع بعض. بصوا يا جماعه، حسب نوعيه الرقاق، يعني لو شايفه انت الرقاق اللي هو تخين او مجلد معاكي تقدري تحطي له شوربه كتير او تغسليه بالشوربه كتير. انما لو الرقاق زي الرقاق اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده، بصوا خفيف جدا وهش. فانا يا دوبك كده بشممه بس الشوربه يعني. والشوربه يا جماعه عشان تكونوا عارفين الشوربه بتاعتي دافيه زي دمع العين بس مش سخنه، لان لو سخنه هتخلي الرواق بتاعي يعجن، وانا مش عايزه كده. حتى لو سقع مفيش اي مشكله. بصوا يا دوبك كده بس الشوربه بتعدي كده على الرقاق، واحطه على طول في الصينيه. حطيت حوالي 4 رقاقات كده في الصينيه بتاعتي حجمها كبير، وهنزل بشويه زبده. وبعدين باللحمه بتاعتي هحط نص كميه اللحمه واوزعها بالشكل ده. وارجع تاني اكمل بقى ايه الطبقه التانية بتاعت الرقاق. بصوا الرقاق خفيف جدا وهش جدا. في انواع طبعا بتبقى تقيل يعني تخينه شويه، فبتبقى محتاجه شوربه اكتر. طبعا انا في الطبقه التانية ابتديت اللي انا ادوس بايديا علشان ما يبقاش الرقاق هايش وياخد الصينيه يعني. انا محتاجه اعمل كذا طبقه. تمام. هحط بقى الزبده بتاعتي بالشكل ده، واحط بقيه اللحمه واوزعها. هنا في الطبقه الثالثه دي محتاجه بس اغطي اللحمه مش اكتر من كده. يعني مش هحط رقاق كتير، انا مش عايزه الرقاق بتاعي يبقى عالي قوي، انا حاباه كده. بصوا ابتديت ان انا ايه اغسلها بالرقاق بالشوربه اللي هي بارده اللي في الطبق. بصوا بالشكل ده كده انا غطيت اللحمه خلاص. يعني تقريبا حطيت على الوش رقاقتين اتنين. تمام كده. تمام بقى نشيل الطبق بتاعنا ونساوي الرقاق كده، ونبتدي ان احنا نقطعه بالسكينه زي ما بنقطع يا جماعه الجلاش كده كويس جدا. لما يستوي يبقى سهل معانا ان احنا نطلعه بسهوله ومش هيغلبنا. خلاص قطعته، اسقيه بقى كده الزبده البلدي بتاعتي، واكون طبعا مشغله الفرن على درجه حراره عاليه، وهحطه كمان على الشبكه اللي تحت. واول ما احس ان هو اتحمر من تحت ممكن احطه تحت الشوايه،
وممكن هو يتحمر مع نفسه لو انت الفرن بتاعك اللي هو قوي يعني. تمام. اهم حاجه تكون النار عاليه. عندي بقى الشوربه بتاعتي حطيتها غليت على النار، ونزلت بكيسين قلقاس من اللي انا مفرزاه. بصوا اللحمه بتاعتي ابتدت تستوي. كل ده على نار هاديه. هنفرم بقى كده راس توم ومعلقه زبده معايا على النار، واول ما تسيح هنزل براس التوم المفرومه بالشكل ده. وعايزه اقول لكم انا ما بسيبش التوم لغايه ما يتحمر او لونه يبقى لونه محمر. انا بس اول ما ريحه التوم بتطلع معايا، سواء قلقاس او ملوخيه او اي حاجه محتاجه توم، بنزل بيها على طول. عايزه اقول لكم ان انا غسلت ربطه كزبره خضراء ونزلت بيها على القلقاس بتاعي، وانا ما بحطلوش سلق يا جماعه. جربوه بالطريقه دي هيعجبكم جدا. خلاص كده ريحه التوم طلعت، هنزل بقى معلقه كزبره ناشفه كبيره بالشكل ده واديها تقليبه، وهننزل بيها كده بقى على القلقاس بتاعنا. عايزه اقول لكم كان طعمه حلو جدا. كده الاكل بتاعنا جاهز. بصوا اللحمه عايزه اقول لكم متحمره ومستويه، بسم الله ما شاء الله، حلوه جدا. جربوا الطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم. وادي الرق بتاعنا بقى جامد جدا. كل عيد وانتم بخير. يا رب يكون الفيديو عجبكم استفدتوا منه. مع السلامه.